تأهل المنتخب الوطني الجزائري بالعلامة الكاملة لكأس إفريقيا المغرب 2025 في مباراة تألق فيها العديد من اللاعبين، أبرزهم الحارس قندوز واللاعب هشام بوداوي اللي بالنسبة لي كان أفضل لاعب في مباراة الجزائر ضد منتخب طوغو. المدرب بيتكوفيتش دخل المباراة بالرسم التكتيكي 4-3-3 على الورق، مع أني كنت متوقع غادي يدخل بالتشكيل 3-5-2، ولكن فضل يدخل ب 4-3-3 كتشكيلة هجومية. المباراة شفت فيها لمحات أفضل من المباراة الماضية من ناحية بناء الكرة من الخلف. المنتخب الوطني تحسن في هذا الجانب، والسبب كان توفر عنصر جيد جدا من ناحية الحفاظ على الكرة والربط بين الدفاع والهجوم، وهو اللاعب هشام بوداوي. هشام بوداوي أعطى نقلة نوعية ممتازة في خط الوسط، إضافة إلى أنه كان ممتاز جدا في المساندة الدفاعية، وكان يساند الظهير ماندي في العديد من الفرص. ولكن العكس تاعه اللاعب زروقي كان كارثي فوق أرضية الملعب، دار واحد الأخطاء خوتي. لو كنا نلعبوا ضد السنغال ولا نيجيريا كانت سوف تكون الكارثة في النتيجة. فلازم خط الوسط يتكون من بوداوي أو بن ناصر، من بوداوي وبن ناصر أو لاعب آخر، إضافة إلى اللاعب حسام عوار. اللاعب زروقي لازم يا يكون على مقاعد البدلاء أو ما يستدعيش أصلا الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. فلازم على المدرب بيتكوفيتش يراجع هذه الأوراق. زروقي ما عندهش مكان في التشكيلة الأساسية، الأخطاء تاوعه كثروا بزاف، واللاعب أصلا لم يتطور منذ عهد جمال بالماضي. أمين غويري كان ممتاز جدا في مباراة الأمس، التحركات تاوعه كانت جلها خطيرة، ولو كان معاه مهاجم صريح كبغداد بونجاح لكنا شفنا العديد من الأهداف، خصوصا في الشوط الأول. الشوط الأول المنتخب الوطني ضيع العديد من الفرص. من بين اللاعبين أيضا اللي برهنوا في هذا التربص هو الحارس قندوز. الحارس قندوز أثبت أنه جيد ويقدر يعول عليه الناخب الوطني بيتكوفيتش في التربصات القادمة، ولكن لازم يتحسن في واحد الجزئية صغيرة، وهي جزئية اللعب بالقدمين. هذا ما كان. فالحارس قندوز حارس جيد وصد العديد من الكرات اللي كانت غادي تكون أهداف في الماتش تاع البارح، فبالتأكيد هذا الحارس عنده مستقبل جيد مع المنتخب الوطني. طبعا بيتكوفيتش أثبت أنه مدرب جيد جدا من ناحية قراءة المباريات والخصوم واعتمادها على العديد من أساليب اللعب حسب كل مباراة. فهذه النقطة بالتأكيد تحسب للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. وهذه كانت بعض الملاحظات اللي شفتها ولاحظتها في مباراة الأمس ضد منتخب طوغو. كتبوا لي رايكم في التعليقات بخصوص أداء المنتخب الوطني في التربص الحالي، وما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والاشتراك، ونتلاقوا هاد اليامات في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.